السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علي أحمد عبد المالك. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في أكتر من موضوع. أول موضوع هنتكلم فيه هو غياب مصطفى شلبي عن مباراة نادي الزمالك أمام نادي زد. تاني موضوع هنتكلم فيه هو عودة عمرو السيسي إلى التدريبات الجماعية لنادي الزمالك. ثالث موضوع هنتكلم فيه هو ملف التجديد للاعبين وشيكابالا أول لاعب يجدد لنادي الزمالك. آخر موضوع هنتكلم فيه هو موقف ومصير مستر أوسوريو في تدريب نادي الزمالك. طبعا قبل ما نبتدي اخبارنا عن نادي الزمالك، نحب طبعا نحيي الشعب الفلسطيني على المقاومه وعلى ان هو بيجاهد وبيقاوم لغايه دلوقتي، وربنا ينصره طبعا على العدو الغاشم بتاعه، وربنا يهلك اليهود ومن يساندهم ومن يدعمهم، وربنا طبعا يشفي مرضى الشعب الفلسطيني ويرحم موتاهم ويشفي جرحاهم ويصلح احوال الامه العربيه اجمعين، امين يا رب العالمين. اول موضوع هنتكلم فيه عن نادي الزمالك هو مصطفى شلبي. طبعا اتعرض لاصابه في مباراه انبي ولغايه دلوقتي ما نزلش التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك، فهو بنسبه كبيره مش هيشارك في مباراه نادي الزمالك امام نادي زد القادمه يوم الجمعه يوم 3/11. تاني موضوع هنتكلم فيه هو ان عمرو السيسي طبعا بعد ما الموضوع ما اتحل هو وشيكابالا رجع للتدريبات الجماعيه لنادي الزمالك، وهيكون مصير مشاركته في مباراه نادي الزمالك امام نادي زد هيكون في ايد مستر اسوريو مدير فني لنادي الزمالك. تالت موضوع هنتكلم فيه هو ان نادي الزمالك بدأ بالفعل ملف التجديد للاعبين اللي هتنتهي العقود بتاعتهم الفتره الجايه، زي مثلا شيكابالا، زي محمد عواد، زي محمد صبحي، زي احمد فتوح. واول لاعب نادي الزمالك هيبدأ معاه التجديد هو محمود عبد الرازق شيكابالا. طبعا نجم نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك، ده فعلا ابن نادي الزمالك الحقيقي. يعني شيكابالا الفترة اللي فاتت تعرض لظلم كبير، ومرتبه كان من أقل مرتبات. ناس كتير كانت بتقول لك إن هو بياخد 1000 جنيه في الشهر، فطبعا استحمل كتير الفترة اللي فاتت. فهو بنسبة كبيرة يعني نادي الزمالك هيرضيه ماليا وهيعمل له عقد كويس، بس هو شيكابالا هيمضي على نادي الزمالك بنسبة كبيرة، هيمضي على بياض نادي الزمالك، فنادي الزمالك هو اللي هيحدد القيمة بتاعة شيكابالا. بس ممكن نقطة اختلاف، بس ان هو ممكن مثلا هيجدد سنة ولا سنتين حسب ما هم متفقوا مع بعض، بس هو شيكابالا هيكون اول لاعب هيجدد مع نادي الزمالك. طبعا شيكابالا يعتبر ابن نادي البار، وده فعلا اللي هو يتقال عنه ان هو اسطوره، لان شيكابالا يعني بيحب نادي الزمالك وابن نادي الزمالك بالفعل، بالكلام وبالفعل. مش بيماطل ومش بيطول، مش بيستغل النادي لمصلحته، مش بيستغل الازمات بتاعه النادي ان هو عايز يعلي مرتب. لا، شيكابالا مش من النوع ده. زي برضه عبد الشافي بالرغم ان هو مش ابن النادي، يعني عبد الشافي جاي من نادي اعتقد غزل المحله لنادي الزمالك، بس طبعا يعني بيحترم نادي الزمالك وبيقدره، والراجل اعتزل ونادي الزمالك رجعه تاني، فرجع وافق على ان هو يرجع. راجل بيخفض مرتبه، راجل بيقدم مساعدات كتير لنادي الزمالك والناشئين نادي الزمالك، وبيعمل حاجات كتير كويسه جدا لنادي الزمالك، وشخصيه محترمه وما بتعملش مشاكل. فده فعلا اللي يتقال عليهم ابن النادي، مش زي الناس اللي بتماطل والناس اللي بتطول والناس بتستغل الزمالك والمشاكل اللي فيه وبتطول وبتزود، عايزه تزود مرتباتها يعني. اللي بيحب نادي الزمالك فعلا يبقى بالفعل، مش بالكلام. ما كلنا بنحب نادي الزمالك، بس مين بيساعد ومين بيقدم مساعدات لنادي الزمالك في الوقت اللي هو بيحتاجه فيه؟ ده الفكره يعتبر. اخر موضوع هنتكلم فيه هو مصير مستر اسوريو. ناس كتيره بتقول لك ان موسيماني جاي واسوريو هيمشي، والكلام ده كله ان هو خلاص رسميا هيمشي. هو طبعا موضوع مصيره ده بنسبه كبيره هيحسم بعد مباراه زد وبعد مباراه بيراميدز. بس طبعا مش كل شويه احنا نقعد نقول ده هيمشي وده هيقعد، وان المدير الفني يلعب مباراه كويسه نطلع بيه السما ونقول عليه مدرب عالمي، نخسر مباراه نقول هيمشي. احنا مش عايزين نرجع للفتره دي اللي كنا بنعامل المدير الفني بالقطعه. يعني مش كل مباراه هنطلع نتكلم. عايزين شويه استقرار في نادي الزمالك، ده كله في مصلحه نادي الزمالك. ناس كتير بتقول لك موسيماني هو هيجي وهيمشي والكلام ده كله. هو طبعا مجلس اداره نادي الزمالك لغايه دلوقتي ما اجتمعش بخصوص، او ما اتفقش او ما اتكلمش بخصوص مصير مدير الفني. بس دي توقعات ان هو بعد مباراه زد اللي هي في الدوري وبعد مباراه بيراميدز اللي هي في نص نهائي الكاس هيتم حسم المصير بتاعه، هيجتمعوا بيه ويقرروا بعد كده هيعملوا ايه. اما مفيش حاجه رسميه ان موسيماني جاي. انا كمان عندي معلومه بتقول ان كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد رافضين فكره ان موسيماني او ان يكون مدير فني افريقي ان هو يتولى الاداره الفنيه لنادي الزمالك. فده كله بنسبه كبيره هيتحاسم بعد مباراه بيراميدز في نصف النهائي الكاس مصر. دي المعلومات اللي كنت عايز اكلمكم فيها. اتكلمت عن ان نادي الزمالك المباراه القادمه امام نادي زد بنسبه كبيره مصطفى شلبي هيغيب عن المباراه،
وان عمرو السيسي رجع للتدريبات الرسميه او التدريبات الجماعيه لنادي الزمالك، وان شيكابالا اول لاعبين اللي هيجددوا لنادي الزمالك، وموقف ومصير مستر اسوريو مع نادي الزمالك. شكرا لكم المشاهده والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.